كله. ثم التاريخ مكتوب غلط. احنا افتتحت مسجد مع عبد الناصر مكتوب فيه مسجد قاهر التتار، بطل القومية العربية قاهر التتار السلطان قطز. طب وقطز دخل ليه في القومية العربية؟ والله وانا كنت افطر على مائدة دبلوماسية في قطر، فقلت والله ده كتر خير الاكراد، وجدنا صلاح الدين واستطاع أن يحرر فلسطين ويقدمها للعرب وهو كردي. قال إيه؟ السفير العراقي. قلت له إيه اللي قلته؟ صلاح الدين. قال مش كردي. صاحب البيت قال لي ما تعمليش مشكلة، خليه كردي، خليه عربي، خليه من قريش، خليه هاشمي يا أخي، خلينا ناكل وما تعمل عاوزين نفطر ونطلع. كنت هنعمل مشكلة دبلوماسية على ايه؟ الأكل أهم. ما هذا البلاء؟ أنت بتنكر الحقائق ليه؟ صلاح الدين كردي وجاء باسم الإسلام وحرر فلسطين التي خان المسلمون العرب قضيتها. لا تكلمت دمشق ولا تكلمت بغداد ولا تكلمت القاهرة ولا تكلمت المدينة، ولا قدم واحد من حكام هذه البلاد التي ذكرتها شيئا لبيت المقدس. يوم دخل الصليبيون فيه وذبحوا 70,000 مسلم، ولو أن جيشا من النسوان قاتل الصليبيين لهزمهم.